قصة موجودة في الصحيح عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، أسلمت. ومتى هذا وفاطمة حية، عنده فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وخطب يريد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل. علي ابن أبي طالب ما لقى بيت غير أبو جهل يطارد عليه يروح يتزوج من عنده. بس أنت لما تريد تكذب لك كذبة تجيبها شوية مقبولة، تجيبها فرد شيء شوية يعني ينقبل. ووصل الخبر إلى فاطمة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، يعني ما عندك غيرة على بناتك، واحد يتزوج عليها ما عندك مشكلة. وهذا علي، هي لا تشتكي، علي ناكحا ابنة أبي جهل. ليش تطلع هاي نشوز؟ هذا إذا كان الإمام علي ما مسوي شيء إلا شيء حلال، ليش تعوف بيتها وتطلع؟ ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، جمع الناس وخطب بعد أن تشهد، ثم قال: وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. الآن حسب المسألة، تريد أن تزوج بنت أبي جهل تطلق ابنتي. طبعا ترك علي الخطبة وبقى مع فاطمة، حديث يرويه البخاري ومسلم وغيره. لو فرضنا صدق، شنو حق النبي أن يمنعه؟ إذا القرآن الكريم أعطى لكل مسلم الحق في أن يتزوج 4، شنو حق النبي أن يمنعه؟ ليش؟ ما تنقبل الرواية بحال من الأحوال. لكن ذولا كل ما يدورون على علي بن أبي طالب فتشي يردون فرد شي يذبوه عليه. ما لاقين، ما أعرف شنو قصته الرجل هذا، الرجل شنو قصته والله ما أدري. هاي اكو كلمة للنظام، النظام يقول والله ما ادري شو نسوي له هذا علي بن ابي طالب، ان احببناه قتلنا وان ابغضناه كفرنا. هذه مصيبة. الواقع هكذا.